اقوى خطه ببيس 2025 جايب لك الخطه بالتعليمات بتاعها، وحرفيا الخطه انا عامل بيها نتائج كويسه، وجايب لك كل حاجه عن اساليب اللعيبه والتعليمات الفرديه اللي تعملها لكل لاعب. زي ما نبدا حط لايك وشوف القناه وفعل زر الجرس. وعايز افكرك انا عامل مسابقه حساب مجاني لواحد من المتابعين اول ما نوصل 4000 مشترك في القناه، فانزل دلوقتي اشترك في القناه عشان نوصل 4000 مشترك في اسرع وقت. وحابب اشكركم على الدعم الرهيب بتاعكم في الفتره الاخيره، حرفيا يعني كميه مشاهدات عاليه بتيجي على الفيديوهات والمشاهدات للقناه والزيارات للقناه. فحط لنا لايك عشان الفيديو ده ينتشر ويوصل لغيرك. واللقطات دي كلها انا عاملها بالخطه ديت، وحرفيا دي لقطات اي كلام، يعني في لقطات اقوى من دي بكتير بس للاسف انا ما بصورش. ونيجي بقى لشرح الخطه اللي هي الخطه حرفيا جباره. هي نفس الخطه اللي انا حاططها لك في صوره مصغره، بس انا عدلتها شويه وخليت اللاعب ام اف، لقيته ميسي، فقلت ايه اللي هيحصل لو انا حطيته سي اف. نبدا بقى كده التشكيله. ومعاك طبعا اول واحد حارس المرمى، حط اي حارس مرمى عندك، وواحد بيلد اب زي صليبه، وواحد دستروير زي روبن دياش. حط اي بيلد اب اي دستروير عندك. وبرده في لعيبه مجانيه قويه جدا عندك، كوستا كورتا تلعبه ديفنسيف فول باك، ومثلا جفارديول اتاكينج فول باك. حط اي لاعبين بنفس الاساليب ديت اللي انا بقولها لك. وطبعا الدي ام اف اللي هو يعتبر عماد التشكيله كلها، اللي بيبدا التشكيله ويبدا الهجمات تبقى انكر مان. نسخه زي رودي، نسخه مجانيه وحرفيا نسخه جباره. انا معايا ادجار ديفيد الدي ام اف قوي جدا، بس اسلوب دستروير وهو مش هينفع مع الخطه ديت. فاقوى واحد حرفيا وكمان لاعب مجاني هو رودري، هينفعك في المركز ده. وعندك بقى اتنين اهم اف، طبعا انا عندي جريزمان هول بلاير ومارادونا. لو انت عايز تحطه برضو لاعب هول بلاير براحتك، بس انا حاطه كلاسيك نمبر 10. نسخه مارادونا دي جامده قوي، حرفيا نسخه قويه ايبك نازله من كونامي. فلو عايز تلعب باثنين هول بلاير براحتك، دي حاجه ترجع لك، بس انا بحب العب بواحد هول بلاير وواحد كلاسيك نمبر 10 علشان التحركات تبقى احسن في الملعب. نيجي بقى على ثلاثي الهجوم. اول واحد معايا سوتشيكوف جول بوشر، فران توريس جول بوشر برضك، وميسي كرييتيف بلاي ميكر. والنصيحه مني لو انت يعني ايه الخطه، المفروض تلعب باثنين جول بوشر وواحد كرييتيف بلاي ميكر، بس ما ينفعش تلعب بثلاثه جول بوشر. النصيحه بقى مني انك تلعب بواحد جول بوشر بس، وواحد كرييتيف بلاي ميكر، وواحد ديب لاينج فورورد، او اثنين كرييتيف بلاي ميكر. لان انا لعبت سوتشيكوف مع فران توريس، الاثنين حرفيا مش متناسقين مع بعض. التشكيله قويه زي ما هي، التشكيله باي لاعبين باي اساليب انا بقول لك هتبقى قويه، بس دي الاساليب الاحسن اللي تخلي تحركات لعيبه في الملعب اقوى. فطبعا نيمار بلعبه اس بيبقى افضل من سي اف بكتير، بينزل يستلم الكوره بيعمل هجمات. فلو انت يعني عندك اتنين جول بوشر، العب واحد جول بوشر بس احسن في التشكيله ديت، والعب باتنين اس. نيجي بقى التعليمات المفروض تعملها عشان هي مهمه قوي. اول واحده وتاني واحده اتاك 1 واتاك 2 تخليها ديفنس اول واحده وتخليها اللاعب ال بي، واتاك 2 تخليها برضك ديفنس برضك وتخليها اللاعب الار بي اللي عندك. ديفنس 1 تخليها كونتر تارجت وتحط اللاعب السي اف اللي عندك الجول بوشر اللي هو ستوتشيكوف عندي دلوقتي. اللاعب اللي في النص عندك هو اللي تخليه كونتر تارجت. اي لاعب تاني مثلا اس او سي اف لا، اللاعب اللي في النص هو اللي يبقى كونتر تارجت. وطبعا التشكيله تعتمد على التيكي تاكا واللعب السريع والمرتدات، وافضل اسلوب معاه هو الكويك كاونتر اللي هو المرتدات والاستحواذ، وبرده لونج بول كاونتر اللي انا شرحت لك عنه فيديو تفصيلي. حرفيا اسلوب جامد قوي، بس انا مش نافع معايا خالص حرفيا بعد معاناه ان انا العب بيه، برده مش عارف العب بيه. والكويك كاونتر هو الاسلوب الوحيد اللي انا بعرف العب بيه لحد الان، والصراحه هو اسلوب جامد بعد تشابي الونسو. فكده كان شرح الخطه كلها مع التعليمات وبس كده. تنساش تحط لايك وشير الفيديو، واشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه. سلام.